السلام عليكم. وعليكم السلام. سي رشيد بوستة، مرحبا بك على موقع هيس نيوز. سي رشيد، شنو هو الموقف ديالك ولا الرأي ديالك على هذا الحدث اللي من خلاله كنشوفوا سيتم محاكمة رئيس تحرير جرسيل 24 أحمد الصباح؟ اولا تحيه لموقعكم اللي هو هيس نيوز، وكنحييكم على هذه المبادره اللي انا كنشوفها انها تساهم في توضيح بعض الالتباس اللي واقع في هذه القضيه. من في اعتقادي انا كفاعل مدني ومتتبع لهذا الموضوع، كنشوف كاين مجموعه حلقات اللي كتنقص هذا الموضوع وهذا الملف بشكل موضوعي، وحتى يعرف الرأي العام حقيقة هذا الملف. يجب أن لا نقفز على بعض الأمور اللي هي أساسية في هذا الملف. أنا لا أدافع على أحد من أي جهة ولا على أي مؤسسة، فأي مؤسسة مغربية للعدل أو الأمن أو غيره فيها الصالح والطالح. أما في هذا الموضوع فإننا لا يجب علينا أن نغمض عيوننا عن بعض الأمور اللي هي أساسية، منها أن لا ينبغي أن نتجاوز أن هذه السيدتين أميتين أول شيء، وتم استغلال أميتهما في هذا الموضوع. مسألة ثانية هو أن هذه السيدتين كانوا تحت تأثير واحد الحكم اللي كيشوفوه هما من وجهة نظرهم أنه حكم جائر، لأنه لم يصب في صالحهم. فكيف لي أنا أستغرب كيف لواحد الشخص اللي هو مسؤول على واحد الجريدة إلكترونية ومسألة ثانية أنه أستاذ ويستغل ضعف بعض المرأتين اللي هما أميتين في تمرير واحد الخط تحريري ولا واحد الفكرة ولا واحد السياسة ولا واحد المعلومة للرأي العام اللي كيضرب فيها هو من جهته. أنا لا أبرئه في تكوينه صورة قاتمة على العدل والأمن داخل الأخير اللي في شخص أحمد الصباح، وإلا أنني أريد أن أوضح واحد الفكرة اللي هي أساسية. أنا إذا أردنا تشخيص هذه الواقعة أو هذا الملف، هو في نفس الوقت هو يعني نفض الغبار أو تلميع صورة ديال العدل أو هذه المؤسسة من داخل الإقليم. أنا لا أدافع على أحد، وكنعاود نكررها، ما كندافع حتى على شي مؤسسة ولا على أي شخص، إلا أنني أريد أن تكون الحقيقة واضحة وعالية، وأن لا يمكن أن، لأن الإشكال أننا لا يمكن أن ندافع ولا أن نآزر واحد الملف اللي أصلا بني على خطأ، لأن فيه هناك تفاصيل. يعني أنا يعني احتراما لمصداقية القضاء والتحقيقات ما باغيش نعطي واحد يعني واحد المعلومات اللي وصلتني يعني من مصادر موثوقة في هذا الملف، ولكن الأساسي ينبغي التدقيق لكي لا يقع الظلم على واحد الناس اللي هما ضعاف، واحد الناس اللي هما يعني أميين، ونستغلوا حنايا كناس كنعتبروا راسنا أننا من النخبة وأننا ناس كنمارسوا السياسة وأننا ناس مثقفين، وندفعوهم يعني أكباش فداء في هذا الملف. وشكرا.